هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر الكريم، في هذه العشر المباركة من شهر رمضان المبارك، نلتقي في أعز أيام الله سبحانه عز وجل، لنكرم طلبة وتلاميذ مسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تلاميذ المدرسة القرآنية. كافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا جعلنا نومكم سباتا. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين. حتى ينالوا درجات العلماء عند الله سبحانه عز وجل. وفي آخر تكريم نقدمه لقارئنا وشيخنا الذي أمن في صلاة التراويح وبتلاوته العاطرة صوتي الشجي. تحية اليوم بلدية تسالى ليلة القدر المباركة في يوم 26 أحيتها في مسجد عمر بن العاص، واليوم ليلة 27 في مسجد عمر بن الخطاب. كان هناك تكريم لحفظة القرآن وتكريم لمقيمي صلاة التراويح، واليوم حفل تكريم خاص لأئمة المساجد في بلدية تسالى. إن شاء الله صيام مقبول لجميع الأمة الإسلامية، وإن شاء الله عيد فطر مبارك، وبارك الله في جميع الحضور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. حظينا اليوم على مستوى مسجد عمر بن الخطاب ببلدية تسالى سيدي بالعباس بتكريم من طرف المجلس الشعبي البلدي ودائرة تسالى لفائدة الطلبة قراء القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب، وكذا أيضا بصفة إماما متطوعا لصلاة التراويح إن شاء الله في هذا المسجد. طبعا نشكر كل من عمل على هذه المبادرة. السلام عليكم، اسمي معاذ عبد الوهاب بتسالى ولاية سيدي بالعباس. اليوم كرمونا في ليلة القدر وأنا أدرس القرآن. أنا سموني عبد المجيد، حفظ الحساب أشكو في التسالى. اليوم غادي يكرمونا والحمد لله.